السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا النهارده نعمل مع بعض اكله حلوه جدا بنص كيلو بس من البانيه. هنعمل النهارده وجبتين حلوين جدا للغدا. يعني بطريقه بسيطه وسهله وما فيهاش اي حاجه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو بتاعنا على طول ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه معايا بصلايه كده حلوه، بشرتها بشر ناعم خالص، وكمان معايا طماطمايه بشرتها، ونص معلقه من الفلفل الاسمر، وضفت كمان معلقه من الملح. هبتدي كده اخلطهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده هنبتدي ننزل بشرايح البانيه. انا قسمت البانيه على يعني الكميه الاكبر خدتها في التتبيله دي، ضفتها، والكميه التانية قطعتها قطع صغيره زي ما احنا شايفين في الطبق كده وسبتها على جنب. هسيب بقى البانيه بتاعي في التتبيله دي، بتكون حلوه جدا، وهنشوف دلوقتي مع بعض هنعملها ايه. خلاص كده هنركنها بقى شويه حلوين، زي يعني ما تحبي نص ساعه ساعه على قد ما تقدري تسيبيه في التتبيله دي. تعالوا نعمل تاني وصفه معانا اللي هي طعمها بجد خطير، وممكن تعمليها وجبه اساسيه لوحدها من غير اي حاجه تانية معاها. جبت الطاسه، حطيت فيها كده 3 معالق من الزيت، وبعد كده نزلت بقطع الفراخ متقطعه قطع صغيره زي ما احنا شايفين مع بعض. هسيبها على نار عاليه 5 دقايق كده. اول ما احس اللي لونها ابيض هبتدي اقلبها على الناحيه التانية، علشان الفراخ بتاعتنا مش عايزينها تنزل ميه خالص. تمام كده، تمام كده، مفيش حاجه صعبه خالص في المطبخ، كل حاجه سهله وبسيطه ان شاء الله. هنتعلمها مع بعض. طبعا انا بكلم البنات اللي لسه بتدخل المطبخ جديد، العروسه، العرايس الجديده، البنات اللي لسه كده ايه حابه المطبخ وبتحب تخش. بعد كده ما قلبناها وشوحناها كويس مع بعض، هبتدي اضيف عليها ربع معلقه من الفلفل الاسمر، ونقلب بقى كده ونشم الريحه. الفلفل مع الفراخ ريحتها حلوه جدا، انا عايزاها تتحمر وتاخد لون الجلد معايا. وما يكونش فيها ميه خالص، هفضل كده احمر فيها لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي احنا شايفينه مع بعض ده. كده تمام. هبتدي بقى اضيف بقيه المكونات بتاعتي. معايا بصلايه متوسطه متقطعه قطع صغيره كده، هبتدي انزل بيها على الفراخ بعد ما حمرناها كويس قوي. هنبتدي بقى نقلبهم مع بعض كده دقيقتين، وبعد كده هنضيف بقية المكونات التانية وهنشوف هي عبارة عن ايه. زي ما قلت لكم الاكلة دي هتكون وجبة رئيسية من غير اي حاجة جنبها، هتكون طعمها حلو جدا ووجبة غنية كده ولذيذة، وينفع تعمليها تستغليها في كذا حاجة. تعالوا الاول نكمل مع بعض وهنشوف هنعملها ازاي، وازاي هنستغل يعني الطريقة دي في كذا حاجة ممكن نعملها مع بعض. نزلت هنا بطماطمايه واحدة بس كبيرة مبشوره، بشر ناعم. وهنا هنضيف بقى الملح بتاعنا بعد ما سبت الطماطم كده مع الفراخ دقيقتين 3 على النار. واخر حاجه معايا بعد ما الفراخ استوت والطماطم بتاعتي كانت الفراخ شربتها، هبتدي بقى انزل بفلفل الالوان اخضر بقى واحمر، وكمان فلفل كده سبايسي لو بتحبوا الحامي، بيفرق جدا في طعم الاكله بتاعتنا. انا مش عايزه الفلفل يدبل معايا، انا عايزاه يا دوبك بس كده ياخد من طعم الفراخ، وبعد كده هتكون جاهزه معايا. دي كده ممكن نستغلها كسندوتشات شاورما، هتكون حلوة جدا معانا. وممكن نستخدمها على وش المكرونة اللي هي بصلصة العادية، المكرونة الحمراء بتاعتنا. وكمان ممكن نستخدمها في الطريقة اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي. كملوا معايا الفيديو للآخر وهنشوف هنعمل بالفراخ دي ايه. هنعمل وصفة حلوة جدا وخفيفة ولذيذة وجميلة جدا. هنا معايا بيضاية ضفت عليها ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، ورشة من الملح بسيطة جدا. هنجيب بقى هنا كمان معايا ربع كيلو من البقسماط المطحون طبعا. هنبتدي كده ننخله علشان ما يكونش فيه اي حاجة. انا بحب لما اجيبه اصفيه كده يعني بالصفاية، اعديه على الصفاية عشان اكون مطمنة. هنا كمان معايا 3 معالق من الدقيق، وممكن نستخدم النشا مكان الدقيق علشان الاكلة بتاعتنا تكون مقرمشة، وكيس واحد بس من الفيجيتار. هنبتدي بقى نخلط كل الحاجات دي على بعضها كده ونقلبها، علشان هنستخدمها دلوقتي في الطبق التاني اللي معانا. طبعا كده انا عملت الفراخ وظبطتها عبال ما البانيه بتاعي كان اتبل شويه. هتاكلي احلى تتبيله للبانيه بجد، جربيها حلوه جدا. هيكون كده معاكي طري من جوه ومقرمش من بره وجميل قوي. سامعين بقى صوت الشتاء؟ انا بسجل الفيديو والجو بيشتي جامد عندنا. تمام. هبتدي بقى اخلص كله بنفس الطريقه. هنزل بالبيض، وقبل ما استخدم البيض ده انا شلت منه معلقتين بس عشان هنستخدمهم في الصينيه التانية اللي هنعملها.
هبتدي بقى اضغط عليه كده علشان يتبل بالبقسماط والدقيق والفيجيتار اللي انا استخدمته. هخلص الكميه بنفس الطريقه وهركنها كده على جنب، بحطها في الفريزر 10 دقايق بس قبل ما استخدمها. كده تمام، معايا البانيه كده جاهز على التسويه على طول. تعالوا بقى ندخل على الطبق الجامد اللي معانا المهم جدا يعني، واللي هو اساس الاكله بتاعتنا النهارده. انا حطيت 3 معالق من السمنه كبار، حسب طبعا الدقيق اللي عندك بتحطي معلقه الدقيق عليها معلقه سمنه. تمام. انا علشان بحب البشاميل كتير فبقلل نسبه الدهون شويه فيه، وبيكون حلو جدا برضو معايا، يعني مش شرط استخدم معلقه على معلقه، ممكن اقلل شويه. سامعين بقى صوت المطر؟ اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. حمرت بقى الدقيق كده في السمنه بتاعتنا، ممكن كمان نستخدم الزبده او نضيف كمان شويه من الزيت. خلاص. هنبتدي نشوح الدقيق بتاعنا لحد ما يتشوح معايا، طبعا مش عايزاه يتحرق، عايزاه بس كده اول ما نشم ريحته هنبتدي ننزل عليه بالحليب بتاعنا الساقع. الاهم حاجه عشان البشاميل ما يكونش معاكي متكتل، تنزلي باللبن ساقع على الدقيق على طول. تمام. هنا نزلت بالمكرونه بعد ما الميه بتاعتها غليت. هنبتدي بقى نجهز الصينيه بتاعتنا التانية كده، مش هتاخد وقت معانا خالص، كل الحكايه دي مش هتاخد معاكم اي حاجه في التحضير. انا طبعا ما كنتش مستعجله فكنت بعمل واحده واحده، لكن لو مستعجلين هنحط الفراخ على عين والبشاميل والمكرونه زي ما انتم شايفين كده مع بعض، يعني مش هتاخد معانا نص ساعه وهتكون جاهزه باذن الله. هنبتدي بقى نقلب في المكرونه كده والبشاميل بتاعنا نقلب فيه بالمضرب كده علشان يكون يعني مش متكتل ولا اي حاجه. اهم حاجه زي ما قلت لكم تنزلوا بالحليب ساقع على الدقيق، هيطلع معاكي احلى بشاميل كريمي من غير ما نضيف عليه اي حاجه، مش هنضيف عليه ولا جبن ولا اي حاجه تانية، هو بس الدقيق والحليب مش اكتر من كده، والسمنه طبعا اللي احنا حمرنا فيها الدقيق. نزلت بقى بربع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وما نكترش الفلفل الاسمر عشان البشاميل بتاعنا ما يغمقش مننا. هنظبط الملح بتاعنا حسب الكميه اللي احنا عاملينها. وبكده البشاميل اللي كان جاهز معايا زي ما انتم شايفينه كريمي وجميل جدا، وفي نفس الوقت المكرونه كانت خلاص اتسلقت. هنبتدي بقى نصفيها ونشوف هنعمل ايه مع بعض. زي ما انتم شايفين كده البشاميل طعمه خطير وكريمي جدا وخفيف وجميل قوي، ما فيهوش اي حاجه. هبتدي بقى اخد جزء كده على المكرونه بعد ما صفيناها. بحب كده المكرونه بتاعتي تكون جوسي وغرقانه في البشاميل، بجد بتكون خطيره جدا. جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي، هي الصينيه كلها على بعضها لذيذه قوي وخفيفه، ويعني بجد تحفه. جربوها بنفس الطريقه كده هتعجبكم قوي ان شاء الله. خدت بقى الكميه المناسبه كده على المكرونه. هنجيب بقى الصينيه اللي احنا هنعمل فيها، ممكن ندخلها في طواجن لو حابين، كل واحد كده طاجن بتاعه الصغير على قده، لو حابين برضو تقدموها بالطريقه دي او دي الاتنين هيكونوا احلى من بعض. انا حبيت النهارده اقدمها في صينيه عادي جدا يعني، عملتها مره واحده يعني وخلاص. هننزل بقى بالفراخ. عايزه اقول لكم الفراخ دي مش عايزه حاجه غير رغيفين عيش كده وتاكليها، بجد تحفه حلوه قوي. زي ما قلت لكم ممكن تستخدميها في كذا حاجه. الطريقه بجد حلوه، جربوها برضو لو حابينها كده على يعني على عيش بقى شاورما، زي ما قلت لكم مكرونه تانية بالصوص الاحمر بتكون خطيره جدا وحلوه قوي، ريحتها فظيعه. هنزل بقى بالجزء التاني من المكرونه كده بعد ما وزعت الفراخ كويس قوي بربع كيلو من البانيه. عملنا صينيه محترمه جدا يعني هتكفي عيله. ربع كيلو بس من البانيه هيديكي الصينيه الحلوه دي. تمام. خلاص كده هوزع المكرونه، وبعد كده بقى هبتدي انزل ببقيه الكميه بتاعه البشاميل. زي ما انتم شايفين البشاميل بتاعنا بنكون مخففينه علشان يدينا قوام حلو في الاخر، ما يكونش تقيل قوي، هتكون معاكي مش حلوه خالص. لازم البشاميل يكون بنفس القوام اللي انتم شايفينه ده، طبعا مش بيكون خفيف ميه يعني، بيكون وسط. القوام ده بيكون حلو جدا. المكرونه بعد ما تدخل الفرن بقى كده بتطلع مظبوطه جدا وخفيفه وطعمها حلو قوي. دول بقى معلقتين البيض اللي انا قلت لكم عليها شلناها من الخلطه التانية. هبتدي انزل على الوش كده بمسحه بسيطه بس، مش بيزفر ولا اي حاجه، بيكون طعمه حلو، بيدي لون للصينيه بتاعنا حلو وطعم كمان. هدخلها بقى تحت في الفرن بتاعنا، هسخنه وادخلها كده 10 دقايق من تحت، وبعد كده هشغل عليها الشوايه 5 دقايق وهنشوف شكلها عامل ايه دلوقتي. تمام. هنا بقى جبت الطاسه بتاعتي، هبتدي انزل بالبانيه اللي احنا استخدمناه. عايزاكم تجربوا بس خلطه البانيه دي حلوه قوي بجد، لذيذه جدا ومن احلى الوصفات للبانيه. الصينيه التانية بتاعتنا كانت خدت اللون بتاعها وريحتها بقى مش عايزه اقول لكم خطيره بجد.
هنبتدي نقلب في البانيه بتاعنا كده اول ما ياخد لون، علشان طبعا يستوي من الجنبين ويكون مستوي تسويه حلوه. نهدي النار عليه في الاول وبعد كده نعليها عشان يطلع معانا مقرمش وجميل. والكفر بتاعه زي ما احنا شايفين ماسك فيه وما بينزلش ولا اي حاجه، بجد تحفه. وطبعا حمرنا بطاطس جنب الاكله بتاعتنا زي ما قلت لكم. ممكن صينية بس اللي احنا عملناها البشاميل بالفراخ دي تكون الوجبة الأساسية من غير أي حاجة جنبها، لذيذة جدا. طبعا ممكن تعملي البانيه جنبه شوية مكرونة محمرين، أو طبعا رز أصفر زي ما بتحبي برضو. عملت لكم النهاردة وجبتين الاتنين أسرع من بعض والاتنين ألذ من بعض. أتمنى ان انتوا تجربوهم ويعجبوكم. ولو وصلتوا معايا للفيديو لحد هنا يا ريت تحطوا له لايك، ما تنسوش اللايك. وان شاء الله استنوني فيديوهات تانية كتير. وطبعا يعني نسيت اقول لكم ان انتوا وحشتوني، علشان بقالنا كتير ما نزلناش فيديوهات مع بعض، بس ان شاء الله هننزل مع بعض. مشغوله شويه اليومين دول، وان شاء الله هقول لكم في مفاجاه باذن الله هتعرفوها. بس شويه كده وهقول لكم يعني انا بختفي كده وبروح فين. ان شاء الله هنعرف مع بعض كل حاجه. تعالوا بقى نقدم الاكل بتاعنا ونشوف عامل ازاي. طبعا انا بحب البشاميل عموما يكون كده اول ما يطلع من الفرن يتقدم على طول، يعني مش بستحمل كده اسيبه يتماسك. انا بحبه جوسي كده بالطريقه دي. لو بتحبوه طبعا متماسك، بس ما انصحكوش خالص، يعني جربوه هو سايح كده بيكون طعمه احلى والذ بكتير. بيكون حلو جدا لذيذ وجميل. لو سيبناه بقى 10 دقايق ربع ساعه كده هيتماسك وهيكون حلو برضو معانا. لو حابينه متماسك، احنا بنحبه كده فبقدمه على طول اول ما بيستوي كده ويطلع من الفرن بنقدمه على السفرة على طول. كان طعمه لذيذ جدا. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم النهارده. وما تنسوش طبعا تحطوا له لايك. وطبعا لو اول مره تشوفوا القناه اشتركوا فيها، فعلوا الجرس عشان يصلكم كل الاشعارات الجديده. شيروا فيديوهاتنا مع كل اصحابكم وحبايبكم عشان نساعد القناه توصل لناس كتيره جدا. وده كان الغدا بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. استنوني في فيديو جديد، هتوحشوني جدا. باي باي.